نودل يجيب هاي الكيس. اول مرحله بقول لكم تشكيله الفريق، نصب ماي حار بس على هذه على النودل قبل ما نطبخها. هذه الطريقه، خليه يركد شوي. عندي صوص قصب السكر، وعندي الخل مالهم، وعندي والتشكيلات التايلانديه والفلبينيه. عندي ربيان، وتبي تضيف لحم بعد، ومع الدياي ربيان ودياي بسوي. هم يسوون حتى مع لحم بس صغار يقطعون، حتى الربيان تقطع والدياي بس انا كبرتهم. عندي فلفل بارد بجميع الوان، البصل، الجزر، ملفوف، مشروم، فلفل حار، والملعب اللي بنلعب فيه. الربيان والدياي مره واحده، والبصل تبي نار حاميه. الطبخات الصينيه تبي نار حاميه. هذه الطريقه. ننزل البصل قبل ما ينشف الماء، ثوم وزنجبيل اهم شيء. ننزل الجزر الملفوف حسب الرغبه ينهري، والمشروم والفلفل بالوانه، ونحرك. شوف انا لازم امسك هذا. نزل الفلفل نسيته. غيرنا الملعب، احنا ملعب عود زي ما انتم شايفين. هذا كله التتبيله الان، الملفوف، الجزر. للحين اخر شيء بنحط الصوص والحركات والبركات. شرة ليمون، وعندك ورق ليمون، عندكم شرة ليمون خذ لك وحط قد يا الله خذ الطعم هذا. عندي صاية الفول شوي. عندي صاية صوص عادية، هذه تلقيت موجودة ثقيلة كذي، ما نكثر منها، نعمل حساب الملح لأنها ما تحط. وعندي هني خل قصب السكر يستخدمونه يحبون التايلانديين، يعطي طعم حلو. صلصة كثيرة بشكل شوي من هذه. عندنا من هذه بعد نسكر، نسوي تشكيلة. ايش كثر تشكيلة ما شاء الله. الا بنخلطهم. بننزل الان النودل بهذه الطريقة. شوف ذوق الملح الان، يعني حطينا ملح خفيف لان كل هذا صويا صوص فيه ملح. ننزل النودل اللي نقعناه في ماء حار شوي الان بس. كل هذه المكونات شوف شلون نقعينها بماء حار، ما يبي له شيء. 5 دقائق بس تكمر بهذه الريحه. شوف يبي له صويا صوص، يبي له ذي، تحط عاد. شوف كل الحين لازم اقلب انا اصور، هذه المشكله. شوف خلصنا النودل كميه كبيره مثل ما انتم شايفين. بسم الله. شوف تفضل معي، تفضل. نخلي شوي النودل مثل ما انتم شايفين. احلى نودل بالربيان والدياي. وبتبي تزين والله زينتي بهذه الطريقه. علينا وعليكم بالعافيه.